شايفين القمر؟ شايفين البشاميل ناعم حرير، ناعم حرير، شايفين؟ مش مخرز بقى ولا، شايفين؟ ايه ده؟ تسلم ايدك يا مرمر، ايه الحلاوه دي، ايه الطعامه دي، شايفين؟ طبعا سامحوني انا يعني ماسكه الكاميرا بايد وشغاله بايد واحده. بصوا شايفين بجد بقى. اقول لكم ايه، يعني لسه الصينيه ما دخلتش الفرن بتعملي ايه يا مرمر؟ بعمل يا حبايبي صينيه مكرونه بشاميل. قمر قمر قمر. تعالوا بقى اوريكم صينيه المكرونه اللي انا بعملها. شايفين؟ بصوا بقى انا بعمل حرفيا صينيه مكرونه ما بتاخدش 5 دقايق. واقول لكم ليه بقى ما بتاخدش معايا 5 دقايق؟ لاني انا ببقى معصجه اللحمه وحطاها في الفريزر، يعني بطلعها على طول، بعملها على طول. شايفين؟ وبرضو هقول لكم بقى على تركايه كده بعملها في المكرونه، بجد بتخلي المكرونه في حته تانية خالص. بصي يا حبيبه قلبي، انت بتجيبي المكرونه بتاعتك، بتسلقي بقى حسب الكميه، طبعا المكرونه بتبقى فرن اللي هي القلم، بتسلقي حسب كميتك اللي انت عايزاها. تمام؟ بعد ما بتسلقي المكرونه بتسيبيها كده بره، وبعد كده بقى ايه، بتحضري التعصيجه بتاعتك. طبعا انا عارفه ان انتوا كلكم شاطرين في تعصيج اللحمه. انا عشان ببقى مجهزاها في الفريزر، فبجيبها من الفريزر يا احطها في الميكروويف، فبتتعمل على طول، فما بتاخدش معايا اي وقت. تمام؟ انا بعمل ايه بقى؟ هقول لكم بقى على التركايه اللي بتدي بقى طعامه للمكرونه. انا لما باجي احط التعصيجه في المكرونه، بحطها في المكرونه كلها. يعني في، بصوا اقول لكم على حاجه، في اللي بيعمل نظام الصينيه، طبعا الاول هو كده كده مبدأ البشاميل في الاول بتحطيه كده في قعر الصينيه، ده ماشي يعني، ده اوكي، كلنا بنعمل كده وعشان المكرونه ما تلزقش. بس انا بعمل ايه بقى؟ بدل ما بحط الاول نص المكرونه وبعد كده التعصيجه وبعد كده احط المكرونه وفي الاخر البشاميل، لا، انتوا عارفين انا بعمل ايه؟ بجيب المكرونه واحط عليها كلها التعصيجه واقلبها مع بعض. دي بقى بتدي طعامه للمكرونه، بتخلي بقول لك المكرونه تبقى في حته تانية خالص، لان كل المكرونه بتشرب طبعا من الصلصه ومن طعم التعصيجه ومن التوابل، بيبقى طعمها تحفه. وبتضمني كل بقى المكرونه فيها ايه، لحمه مفرومه كده وطعمها كلها ايه، حكايه. وبعد كده بقى بجيب بقى الصينيه بتاعتي، بحط الاول ايه، شويه ايه في الاول، بشاميل كده في قعر الصينيه، وبعد كده بقى احط المكرونه زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا اختصرت كل الخطوات دي عشان ايه، ما طولش عليكم يا حبايبي الفيديو. تعالوا بقى اوريكم البشاميل القمر اللي انا عاملاه. شايفين يعني اقول لكم ايه، شايفين البشاميل اللي انا عاملاه؟ صدقوني الكاميرا كمان ظلمه الشكل. شوفوا النعومه، مش مخرز بقى ولا اي حاجه. شايفين قمر ازاي؟ انا عايزه بقى اقول لكم طريقتي في عمايل البشاميل. بصوا بقى يا حبايبي، انتوا بتجيبوا طبعا ايه الحله بتاعتكم، بتحطوا ماده دهنيه، انا بحط سمنه على زيت. تمام؟ علشان الدقيق ما يتحرقش معايا. وبتحطي بقى الدقيق اللي انت حسب بقى الكميه بتاعه البشاميل اللي انت عايزاها، يعني تحطي بقى 5 معالق، 6 معالق، 4 معالق، حسب الكميه اللي انت عايزه تعمليها. بتبتدي تقلبي بقى الدقيق في السمنه اللي هي محطوط عليها برده شويه زيت، لحديت كده ما الدقيق معاكي يعني يبتدي ايه لونه بس يغير كده، هيخش يعني يصفر سنه، اوعى الدقيق يتحرق منك. وبعد كده تحطي مكعب دجاج، عايزه اقول لكم بيدي طعم حلو قوي قوي. وبحط كمان ايه سنه ملح بفلفل كده، بيبقى ايه كل ده صدقوني على الدقيق كده بقى مع السمنه مع الزيت، وبقلب ويا دوبك بقى اللون بيبتدي يتغير، احط اللبن بتاعي وافضل بقى اقلب كويس قوي علشان ما يكلكعش مني، بالمضرب السلك بقى وتقعدي تقلبي عشان ما يكلكعش منك. في خطوه بقى بعملها في موضوع البيض، انا بكسر البيضه في قلب اللبن، يعني واقعد اقلب يعني اقلب حلو، عشان ايه البيضه يعني ايه تدوب كده في البشاميل. في بقى اللي بيكسر البيضه بعد ما بيحط البشاميل في الصينيه، يبتدي بقى يكسر البيضه، يعني يعمل اللي يرب البيضه بره بملح وفلفل كده ويحطها في الوش. لا، انا بصوا
يعني ممكن تبقى زفرة شوية، لكن لما بحطها في قلب اللبن كده واقلب في قلب البشاميل، يعني بتدوب بقى في البشاميل، بيبقى حكاية حكاية حكاية. وعايزة اقولك على حاجة، اللي صدقوني الوش بيبقى ذهبي، وش الصينية بيبقى حكاية، يعني وش الصينية بيبقى ذهبي وجميل جدا. هقول لكم كمان على حاجة، انا ما بحطش جبن، يعني انا ما بحطش جبن خالص، لان فعلا يعني انا الصينيه بتطلع كلها كده ذهبي، جميله جميله، بتبقى كده. اقول لكم ايه، بيبقى شكلها تحفه. دي كانت طريقتي. شايفين انا بقى ايه، ابتدي احط بس البشاميل ايه معاكم. ايه الحلاوه دي، صدقوني انا ريحه التعصيجه والمكرونه ولسه ما دخلتش الفرن، عايزه اقول لكم قلبه ايه، قلبه الدنيا. بصوا انا هحط معاكم، بصوا شايفين القمر، شايفين البشاميل ناعم حرير، ناعم حرير، شايفين مش مخرص بقى ولا، شايفين ايه ده، تسلم ايدك يا مرمر. ايه الحلاوه دي، ايه الطعامه دي، شايفين. طبعا سامحوني انا يعني ماسكه الكاميرا بايد وشغاله بايد واحده. بصوا شايفين بجد بقى. اقول لكم ايه، يعني لسه الصينيه ما دخلتش الفرن وشكلها بقى مغري، واقول لكم بقى لو معايا وكمان تشموا الريحه. بصوا بقى كده، نفرد كده كده بقى، انا مش محتاجه بجد اي حاجه تاني في الصينيه، يعني انا بجد بقى ولا بحط جبن ولا اي حاجه، كده كده بقى انا ربى البيضه في البشاميل، يعني بحطها بقى كده في الفرن، خلاص هي كلها بتحمر وبتبقى في منتهى الجمال. بصوا ايه العظمه دي، ايه الجمال ده، بجد بقى صينيه مكرونه حكايه. وحرفيا ما بتاخدش معايا الصينيه 5 دقايق، وببقى عاملاها احلى صينيه باحلى طعم والذ طعم. وفكره ان انت تبقى معصجه اللحمه المفرومه دي بجد بتسهل. يعني انا يا بنات بجيب اللحمه المفرومه دي، بعصج منها بقى كميه بجد بقى بتنفعني. يعني عملت مكرونه بشاميل، بحس كده بطلع التعصيجه دي، يعني ببقى اكني لاقياها. عملت صينيه جلاش برضو، التعصيجه بتنفعني. عملت صينيه لازانيا، بجد لا، يعني عايزه اقول لكم بتبقى في الوقت ده التعصيجه دي بتبقى لاقيه كده. وحرفيا عشان كده الصينيه ما بتاخدش معايا 5 دقايق. وفكره برضو ان انت تحطي يعني التعصيجه كلها في قلب المكرونه دي، بقى عايزه اقول لكم بتخلي المكرونه طعامه، يعني بتودي كده المكرونه دي في حته تانية خالص. وبصوا بقى وكمان يعني اعملوا كده، اعملوا طريقتي دي وجربوها، وهتلاقوا كمان الوش بتاع الصينيه كله بقى ذهبي وجميل. وهتوفري بقى خطوه ايه، الجبن، لان بجد بقى بصوا اي حاجه نقدر في الوقت اللي احنا فيه ده نقدر نوفرها، يعني اي ست تقدر توفر اي حاجه تبقى شاطره، تبقى ست شاطره. هتقولي لا يا مرمر ده ممكن الصينيه ما تحمرش من فوق، لا بجد يا بنات جربوا طريقتي ومش هتجيبوا اي جبن، مش هتجيبوا اي جبن. بجد حاجه عظمه، حاجه عظمه. هروح بقى ادخلها الفرن. عايزه اقول لكم انا هوريها لكم برضو لما تطلع من الفرن، هروح بقى ايه ادخلها الفرن عشان تلحق ايه تتعمل. حرفيا الصينيه ما اخدتش معايا 10 دقايق، باسهل طريقه هتعمليها. الريحه دي بجد بقى مش قادره. يلا هسيبكم بقى لاني انا بجد جوع.